محتوى لا يناسب الأطفال والمنافقين. قصة خاسرة بكل المقاييس. ديرلكيت وأي تشابه بين الشخصيات فهو بالصدفة. في إمبراطورية بنغلاديش يحكى أن أميرة تموت وتتوفى على البزغل الكبير، لذلك جربت جميع الزبوب، لم يقنعها أي أحد قط، وكان آخرها البزغل الأمريكي. فقالت الأميرة قائلة: يا حسرتاه، زبوبكم صغيرة جدا وأنا عيني كبيرة، لذلك آمر أن تقتلوا كل شخص بزبوزه صغير، إنه عالة على إمبراطوريتنا. تدهشر وتزعزع الوزير داسر، فخاف من الموت لأنه يملك حجرا صغيرا لا يتعدى الأصبع الصغير، أي الخنصر. فقال قائلا: يا سعادة الأميرة، بشرى لنا، لقد وجدت الحل بدلا من القتل. ما هو الحل يا داسر؟ بسرعة أفتيني برأيك. كان يقول لي جدي أن هناك قوم لا يقهر، وبعبارة أخرى في محطتي ومحرو. لكن يا سعادة الأميرة، قبيلتهم بعيدة علينا، لذلك نحتاج إلى طائرة نطير بها. ما اسم هذا القوم؟ وأين يعيشون؟ أنا متشوقة لمعرفتهم. إنهم المغاربة يا سعادة الأميرة، ويعيشون في الثلث الخالي. وما سبب خلوه؟ خليني ساكت أيتها الأميرة، لا أريد أن أشري الصداع. وجمعت الأميرة باليزتها ولم يذهب مع أحد، لأن المغرب بلد السلم والسلام. ركبت الباخرة ثم الطائرة، فقطعت الصحراء ثم وصلت بسلام. استقبلها وزير من الوزراء المغاربة فاستضافها في منزله. مرحبا بالأميرة شيرانوفا، أول مرة تجي البلاد. اسمع أيها الوزير، إنني جئت لغرض واحد فقط. اش كاين؟ ياك ما المواطنين ولاو يحرقوا عندكم؟ لا، لقد سمعت أنكم ذوي الخبرة والاختصاص في علم التبزغيل، وأن بزبوزكم كبير جدا، لذلك أريد أن أعيش معك متعة الزقلق. فرح الوزير فرحا شديدا، لأنه لم يذق طعم التيتون منذ 7 أيام، لكونه كان منشغل بتلبية حقوق وطلبات المغاربة. الله يمسخني. وقال قائلا: إيه، العالم كامل يدور حتى يدور، ويجيو للمغرب ونمزقلوهم من اللور. يلا انشلحي وفي بلاصتك. لم تمضي 30 ثانية حتى قالت الأميرة: ما هذا؟ ياك ما قصحتك، أنا نحاول عليك. بلى، قالوا لي أن بزبوزكم كبير جدا، لكن الذي رأته عيني الآن فهو صغير جدا. وقال الوزير مبتسما: إيه، هذا الذي رأيته الآن بالفعل صغير، ولكن الذي رشقته في الشعب فهو كبير. وقالك صغير. غضبت الأميرة غضبا شديدا ورجعت إلى إمبراطوريتها، فقالت لشعبها: لن يهدأ لي بال حتى أبزغل من بزبوز كبير، وإذا لم يحقق لي هذا بعد أسبوع سوف أقتلكم جميعا وأستعين بالاستكفاء حتى الممات. خاف شعبها وخاف الوزير داسر مرة أخرى، فذهب مهرولا عند الوزير ماكر كي يجد له الحل. أرجوك يا ماكر، أنقذنا بحل أرجوك، وإلا سنموت جميعا. وكعادته قال الوزير ماكر: وكم تعطيني إذا وجدت لك الحل؟ أعطيك كل أموالي وممتلكاتي. أنت تعرف ماذا سيحصل لك إذا أخلفت بوعدك مرة أخرى. نعم، أنا أعرفك جيدا. فكر الوزير ماكر تفكيرا عميقا.
فذهب عند الأميرة وقال لها: يا سعادة الأميرة، لقد فكرت جيدا ووجدت حلا رائعا. ما هو إذن؟ سوف ننظم كأس العالم للزقلق تحت شعار بزبوز كبير إذا أنا موجود، ومن يفوز في السباق يحصل على هدية. فكرة جيدة، ماذا تنتظر؟ انشر إعلان السباق على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. هيا نزل الفيسبوك واليوتيوب وما تسمعوا غير اخبار الخير. الأميرة كتنظم مسابقة ديال الزقلق. لم تمر يومين حتى وصل الخبر إلى شعشوع، مغربي أصيل ذو حجر كبير. شحال من عام وانا كنسلخ في البازاكلو ديالي باش يكبر ويولي راجل ويحمر ليا الوجه، ودابا حنا نمشيو باش نهزو راية البلاد. جمع أوراقه بالريق الناشف وذهب إلى إمبراطورية البنغلاديش. وفي غرفة المسابقة دخل الأمريكي. شروط المسابقة: يجب أن تأتي ب100 رأس، وإذا أخلفت تموت شنقا من بزبوزك. هيا فلينطلق العداد. لماذا توقفت؟ I'm tired. اقتلوه التالي. ثم دخل الفرنسي. شروط المسابقة: يجب أن تأتي ب100 رأس، وإذا أخلفت سوف تقتل شنقا من بزبوزك. هيا فلينطلق العداد. لماذا توقفت؟ جي فاتيغي ما برانسيس. اقتلوه التالي. ووصلت اللحظة الحاسمة. دخل المغربي وشرحت له شروط المسابقة. فلينطلق العداد. ودابا الراس 80، نكملو ولا نحبسو؟ أكمل. 90. واش نكملو ولا نحبسو؟ استمر. شيرامية ورامية ومبروك عليا. أنت لم تكمل 100. والأميرة راني كنحترمك، راني ضربت 100 راس بالحساب. لم تكمل 100، فقد ضربت 99 رأسا. الأميرة تقول: لقد ضربت 99 رأسا بالحساب. والمغربي يقول: وحكم ليجي لي إلى 100 رأس. لم يتفهم الاثنان، وقال المغربي قائلا: عرفتي شنو غادي نديرو كاع؟ البطيحي غادي نعاودو من الأول. أصبح شعشوع اليد اليمنى للأميرة، وعاش حياة هنيئة مليئة بالزقلق. لا مالا، انا كنبغيكم نموت عليك الزقلق. ايش؟ انتهى. طرائف نضحك بها فقط، وهناك بعض المساجات. ما تشريوش لنا صداع. لا تنسوا الاشتراك والكومنتير، وتهلاو. رديتينا شوها إلهام. حشوم عليك، علاش درتي داك الوشام في يديك؟ ماما، علاش انتي قديمه بحال هكا؟ حرام عليك. بنتي الله يهديك، راه هاد الوشام راه حرام. وباش عرفتي انت يا ماما حرام؟ المهم يلا نديك عند الفقيه وسوليه بفمك. واخا. ادخل، الباب مفتوح. إلهام بنت لالا فخيتة، تبارك الله كبرتي وزينيتي. اش حب الخاطر بنتي. سيد الفقيه،
ماما قالت لي الوشام حرام وبغيت نتأكد بنفسي. وفين درتي بنتي هاد الوشام؟ وشمت المهدي بن بركة في يدي. مزيان، اري نبوس المناضل الشهيد ديالنا. وشمت عاوتاني عبد الكريم الخطابي في صدري. مزيان، اري نبوس المجاهد ديالنا. وزغبني الشيطان سيد الفقيه وانا نوشم مع 8 مولين مول البندير في التورمه ديالي. ستوب بنتي، هذاك الزمل خاصني نبزق لي